السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مع حضراتكم الدكتورة آية القاضي. النهاردة هنتكلم عن الفوستيمون فاير، المنتج اللي حضراتكم شايفينه قدامكم. ناس كتير بتسمع عن حقن الفوستيمون فاير في عيادات الخصوبة خاصة، وبتسأل ايه هو الدواء ده وبيستخدم في ايه، وهل فعلا فعال في حالة تأخر الحمل، واللي بياخده هل ممكن بيتعب. تعالوا نروحوا في رحلة كاملة مع بعض ونعرف كل التفاصيل دي وأكتر كمان إن شاء الله. أول حاجة هنتناولها تعريف الدواء ده أو المنتج ده إيه. الفيستومون فايل ده بتكون عبارة عن حقن هرمونية بتحتوي على ال FSH هرمون، والهرمون ده الهرمون المنشط للحويصلات. الهرمون ده الجسم بينتجه طبيعي من الغدة النخامية اللي هو ال FSH، اللي هو شبهه بتحتوي عليه الحقنة دي. تمام. بينتج طبيعي من الجسم من الغدة النخامية، ومسؤول عند السيدات عن نمو البويضات وكبر حجمها، وعند الرجال مسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية. يعني باختصار الفوستيمون بيحاكي أو بيكون ليه وظيفة شبه الوظيفة الطبيعية اللي بتكون في الجسم بتاع الإنسان، بس بيكون بتركيز علاجي، طبعا تحت إشراف الطبيب بيحدد الجرعة المفروض، وطبعا بيستخدم كده للسيدات وللرجال. طيب تمام. أول حاجة هنتناولها الاستخدام بالنسبة للسيدات. بيتاخد بالنسبة للسيدات في حالات ضعف أو غياب التبويض، لما يكون التبويض ضعيف أو حتى لو مفيش خالص ممكن بيتوصف وبيفيد في الموضوع ده. ودي الفوستيمون فايل دي أداة أساسية في البروتوكولات بتاعة الحقن المجهري وأطفال الأنابيب. ممكن بيستخدم مع أدوية تانية علشان البويضة تكمن نضجها وتخرج طبعا. بتساعد مع أدوية تاني في الموضوع ده، بيساعد جدا في حالة تكيس المبايض اللي ما استجابتش للأدوية العادية. طيب تمام، ده بالنسبة للسيدات. بالنسبة للرجال، الرجال بيفيد في ايه؟ انه ممكن يتوصف في حالة علاج ضعف او قلة الحيوانات المنوية الناتجة عن مشاكل في الغدة النخامية. يعني لما بيكون في مشاكل في الغدة النخامية بينتج نتيجة لكده ضعف او قلة في الحيوانات المنوية، فممكن الفوستيمون فايل بتفيد في الموضوع ده وبتعوض القلة او الضعف اللي حصل نتيجة المشاكل في الغدة النخامية عند الرجال. بيتاخد برضو غالبا مع هرمون تاني اسمه ال HCG، وطبعا بيكون بجرعات والأشهر طويلة. طيب طريقة الاستخدام، الحقن بيكون اما تحت الجلد او عضل، وده بيكون موضح على العبوة اهو، مكتوب على العبوة سبكيوتينيوس، الاس سي دي سبكيوتينيوس، او اي ام يعني انتراماسكولار. يعني طريقة الادمنستريشن بتاعته او التعاطي بتكون لاما سبكيوتينيوس يعني تحت الجلد، لا اما انتراماسكولار يعني عضل اللي هي مكتوبة الاي ام. الجرعة بتبدأ صغيرة زي 75 وحدة وبتزيد تدريجيا حسب استجابة الجسم. احنا اللي قدامنا العبوة دي 150 وحدة، في منها 75 وحدة التركيز بتاعها، فهي الجرعة بتبدأ من 75 وحدة وبتزيد تدريجيا حسب الاستجابة بتاعة الحالة اللي قدامي. المتابعة بالسونار وتحليل الهرمونات أساسية علشان نتأكد إن المبيض استجاب من غير ما نوصل لفرط التنشيط، علشان لازم تكون الجرعة دقيقة عشان ما يحصلش فرط تنشيط وتتضر الحالة اللي قدامي أو تجهد على الفاضي. في الرجال ممكن الكورس يستمر لمدة شهور. يعني نستفيد من اللي قلناه ده إن المتابعة الطبية عند استخدام الفوستيمون فايل بتكون مهمة جدا، لأن كل جسم بيستخدم أو بيستجيب بشكل مختلف عن الجسم الآخر، أو كل حالة مختلفة في الاستجابة بتاعتها عن حالة تانية. ممكن واحدة تستجيب بسرعة، واحدة تانية بتحتاج جرعات أعلى علشان نتجنب المضاعفات زي تضخم المبايض أو فرط التنشيط. ممكن يوصل لخطورة للحالة، لذلك لازم المتابعة الطبية بتكون مهمة جدا عند استخدام الفوستيمون فايل. طيب ايه الآثار الجانبية اللي ممكن يعملها المنتج ده؟ الآثار الجانبية انتفاخ، ممكن يعمل انتفاخ بسيط، ممكن صداع، ممكن ألم مكان الحقنة، ممكن خطر أكبر اللي هي متلازمة فرط تنشيط المبيض، بتسبب تضخم في المبايض، بتجمع سوائل في البطن، ممكن ضيق تنفس، بس دي يعني ممكن برضو يزود فرص الحمل بتوأم أو أكتر، إن طبعا بتعمل فرط في التبويض وكده، فممكن
تكون بتزود فرصة ان يحصل حمل بتوأم، ممكن اكتر كمان من توأم. وممكن حالات نادرة بتكون حساسية شديدة. علشان نبقى الموضوع متكامل، اول حاجة معانا برضو موانع الاستخدام. امتى يبقى الواحد ممنوع انه يستخدم النوع ده؟ موانع الاستخدام ممكن اول حاجة عندنا لو في اورام في المبايض او الرحم او الغدة النخامية، لو في برضو نزيف رحمي مجهول السبب وما تعالجش، مش عارفين السبب بتاعه، لو في امراض كبد او كلى شديدة، لو في وجود كيس غير مرتبط بتكيس المبايض. وهقول لكم على نصايح عملية اثناء العلاج، اثناء استخدام الفوستمون فايل. اول حاجة لازم نتبعها هو الالتزام بالمواعيد، لازم تاخدي الحقن دي في نفس التوقيت اللي بيحدده الدكتور بالظبط. تاني حاجة الأكل والشرب، اشربي مية كتير، قللي الملح، كلي بروتين، خضار، فاكهة. بعدين برضو النشاط اليومي، الحركة تكون خفيفة، الحركة الخفيفة كويسة لكن تجنبي الرياضة العنيفة أو القفز. رابع حاجة ممكن المتابعة، أي أعراض زي انتفاخ شديد، زيادة في الوزن مفاجأة، لازم تتواصلي فورا مع الدكتور. خامسا برضو الدعم النفسي، العلاج ممكن يكون مرهق نفسيا، حاولي تفضفضي وتخففي من التوتر. سادس حاجة توقع نتائج، مش شرط أول دورة علاجية يحصل الحمل، ممكن تحتاجي كذا محاولة. وده بيكون شكل الفوستيمون فايل. من جوه بيكون فيه بودرة، بتطلعي الغطاء البلاستيكي ده وبتحليها بالمية الموجودة في العبوة، والمذيب ده اللي بيتحل بيه البودر اللي في الفايل ده بيكون عبارة عن صوديوم كلورايد، يعني محلول ملحي. الفوستيمون فايل يا جماعة مش مجرد دواء، ده خطوة في رحلة الأمل لكل مشتاق للذرية إن شاء الله. فعال جدا لما بيتاخد صح ويكون تحت إشراف الطبيب متخصص لازم، لكن هو مش سحر، هو علاج علمي لازم له متابعة وصبر. لو ربنا كتب لك تاخديه، خلي عندك يقين انك ماشية في طريق علمي صحيح، وربنا يرزق كل مشتاق ومشتاقة بالذرية الصالحة. اللهم اجعل هذا العلم صدقة جارية عنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير عشان نستفيد منه ناس تانية، وسبسكرايب لو ما كنتش مشترك في القناة، واستنوني في معلومة طبية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.